Man, why this dude look like me? انبهار الصحافة والإعلام الأمريكي بعد رؤية استقبال بطلهم نادي سياتل ساوندرز في مطار طنجة الدولي وتقديم ليهم أشهى الأطباق والشاي المغربي. بس بما إنك وصلك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. الحقيقة كلنا تعودنا على استقبال المغاربة الرائع دايما لكل البعثات سواء كانت عربية أو غير عربية. بيكون الاستقبال في فندق محترم على أعلى مستوى، يعني بيدخل قلوب الناس أول ما توصل على طول. الإعلام الأمريكي بيتكلم عن وصول بعثة فريقهم اليوم لأرض المملكة المغربية، وتم استقبالهم استقبال رائع على حد تعبيرهم بالطعام وكمان الشاي المغربي. يعني الطقوس المغربية كانت حاضرة بصراحة. شابوه للمغرب وللشعب المغربي، إن حتى الآن ولا بعثة وصلت المغرب اشتكت أو طلبت الانسحاب أو قالت أي شيء. كلهم شكروا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ووصلوا دوت لبلدانهم، وده تعبير افضل طريقة للسياحة للمغرب. وكمان لازم نقول ان المغرب بعد اول مباراة في الموندياليتو حسستنا كلنا اننا رجعنا تاني لايام كاس العالم في قطر، حاجة خرافية. والجماهير المغربية لها كل الاحترام والتقدير عن المساندة القوية جدا للاهلي المصري في هذه المباراة. بس غريبة يا جماعة، هو مفيش حلوة منفاية في الاطباق ولا ايه؟ المغرب قدمت كل انواع الحلويات الا حلوة منفاية، وكل الناس بتسأل عليها. كمان في نداء قوي جدا وكبير من الجماهير المصرية للجماهير المغربية، وبتمنى دعمهم لتاني مباراة للأهلي أمام سياتل ساوندرز الأمريكي، نادي تقيل وقوي غير أوكلاند سيتي نهائيا. وإن شاء الله بدعم الشعب المغربي والجماهير في المدرجات هنتأهل لمواجهة ريال مدريد. وفي النهاية لا تنسى تضغط لايك وتشترك في القناة ليصلكم جديدنا.